ثورة البوراق 1929، ثورة عز الدين القسام 1935، مجازير اليهود في حق خوتنا الفلسطينيين، صغيرين ما يمكن حدا بالدنيا ما زادوا الاحتجاجات وداروا ثورات جنبا الى جنب حتى القدس حتى القدس وبدات القضية كتحماض عند اليهود، والعرب والمسلمين كاملين ما سكشوش على هذا الدل ودخلوا مع إسرائيل في حروب واللي تسمات بالصراع العربي الإسرائيلي. السلام عليكم. على هذه الأرض ما يستحق الممات. كالعادة وفي الإعادة إفادة، لما تفرجتيش في الحلقة الثامنة القضية الفلسطينية غاسير تفرج وعاود رجع، وبينو وبينكم وبالرجولة ديال تارجليت ديروا لي كيت في هاد الحلقة باش تكون سونطراو، زعما ماشي غنقول شي حاجة والله يخلص كل واحد على قد نيته، قلالي النية الآخرين. لا قال زوين. مني تعلن على الكيان الصهيوني انها دولة وسط اراضي فلسطين. اي قالوا انهم ولاو دولة في وسط اراضي فلسطين. ناض واحد الصداع وصراع ما بين العرب واليهود وتسمى بالصراع العربي الاسرائيلي. فشنو كان رد فعل الفلسطينيين الاحرار على هذا الاحتلال؟ وشنو هما مظاهر الصراع العربي الاسرائيلي؟ رد فعل الفلسطينيين الأحرار بداو بمقاومة فلسطينية أو تطورات ضد الاحتلال الصهيوني، ملي أعلن الكيان الصهيوني وقال أنه دولة فين؟ في الفلبين، أرض فلسطين في 15 ماي 1948 واللي تعرفات بنكبة 1948. هاد النكبة خلات الكيان الصهيوني يدير حرب استولات على 77% من الأراضي الفلسطينية، والعصابات ديال الصهاينة كيخلعوا السكان وكيطردوه، كل دوار كيجريو على السكان ديالو وكيخلعوهم، وداروا سلا مذابيع بحال مذبحات دير ياسين. صغيرين ما يمكن حدا بالدنيا ما. ومن بين العصابات الصهاينة اللي داروا هاد الفعيل كاينة الهاغانا وارغون والشتيرم. هادشي خلى الفلسطينيين الاحرار ينوضوا ويتصداو لهذا الظلم وداروا مقاومه شعبيه عزوا فيها اسلحه خفيفه ضد العسكر المتمكن ديال الاحتلال الصهيوني، وهنا بدا يبان تنظيم ديال المقاومه الفلسطينيه. وفي المقاومه كتكون مقاومه سلميه ومقاومه مسلحه، وغنبداو بالمقاومه المسلحه حيت في 1964 تأسست منظمة التحرير الفلسطيني واللي كان الهدف ديالها تحرر الأراضي اللي استعمرات في 1948، وفي 68 دخلات معها المنظمات الفدائية الفلسطينية وفي مقدمتها حركة الفتح في 69، ولا ياسر عرفات ومن لا يعرفه رئيس هذه المنظمة في 74، واعترفت بها الحكومات العربية أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وتقبلات كعضو بالأمم المتحدة. اعتمدت هذه المنظمة على الكفاح المسلح. الكفاح المسلح هو الطريقة الوحيدة باش تحرر أراضي فلسطين، وكانت معركة الكرامة في 68 كانت أبرز وأشرس المواجهات ضد الاحتلال الصهيوني. أما المقاومة السلمية اعتمدت المقاومة الفلسطينية وسائل سياسية على مستوى الجمعية للأمم المتحدة، واعترفت بقيام دولة فلسطين يعني هما دولة هادشي في 1988 15 نوفمبر، واخا كلشي عارف واش فلسطين دولة، ولكن الاحتلال ديال اليهود ما خلى ليها ما دير. بسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية. شاركت في المؤتمر الدولي للسلام في مدريد 1991. وما نساوش ان الصهاينة حقدوا الشعب الفلسطيني بالبيان واللي خلاهم يديروا انتفاضة اطفال الحجارة، وشكون اللي ما كيعرفهاش في 9 دجنبير 87، وانتفاضة الاقصى في 28 شوشنبير في 2000. وحتى الشعب العربي الاسلامي حقدوه اليهود ودخلوا مع اليهود في حروب واللي تسمات بالصراع العربي الاسرائيلي. الصراع بدا بالضبط من اعلن الكيان الصهيوني على انهم دوله وسط اراضي فلسطين، والتكرفيس والقتيله اللي دوزوا اليهود على الفلسطينيين الاحرار لعنه الله عليكم الى يوم الدين. اعلنوا بزاف ديال الدول العربيه منهم مصر، الاردن، سوريا، العراق وحتى لبنان الحرب على اسرائيل، وكانت اول حرب عربيه اسرائيليه تسمات بحرب النكبه. كان التفوق العربي في الاول وكلات اليهوديه العصا مزيان، ولكن يخسروا العرب في الاخر
حيث كانت اليهودية مدعومة ومعاونها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وانتصروا اليهود على العرب، وتزادت مساحة إسرائيل من 57% اللي كانت عندها زادتها حتى 77%. خسارة. وسرعان ما غتطور القضية في 56 فاش مصر أدير تأميم قناة السويس. الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة تبدا حرب واللي تسمات بالعدوان الثلاثي. انجلترا وفرنسا واسرائيل يضربوا مصر في 56 وغيحتلوا غزه وجزيره سيناء، وغيخرج قرار الامم المتحده بتوقف القوات اللي منوضه الروينه انها خاصها تحبس. تا كيحتلوهم عاد كتقول خاصهم يوقفوا. الامم المتحده تدرج باش تحل السلم العالمي، نتوما حلوا لنا الحدود. لا باقي لقيتو شي واحد هنايا. حرب يونيو في 67 ولا حرب 6 أيام. على غفلة هاجمت إسرائيل سوريا والأردن ومصر، واحتلت إسرائيل فلسطين كاملة والضفة الغربية والجولان السورية غير بالغفلة. غفالي الآخرين. ومن بعد مدة إسرائيل حلفت لا خرجت من الأراضي اللي احتلت في 67 وبقات كترفض القرار الأممي رقم 242. وهنا يتحدوا العرب ما بيناتهم، واكتسحت القوات السورية الدفاع الإسرائيلي اللي كاين في الجولان، وعبرت القوات المصرية خط بارلي في سيناء، وكلات اليهودية ما كلتش طبل نهار العيد. ولكن الخشعة الامريكانيه ما غتخليش تدل وغتعاونها تطرد الجولان وغترد معايا البال وتفهم ان واخا يبقاو يربحوا العرب من هنايا غتعاون الولايات اليهوديه من هنايا تتربح من هنا وترد داكشي اللي ما ديالهاش سواء امريكان ولا سواء كاع الدول اللي كانوا كيستعمروا الدول الضعيفه وما تبقاوش وترفعوا الدرابو للناس اللي كتقولوا عليهم عندهم حقوق الانسان والحريه وهما نفسهم اللي كيعاونوا اليهود وكيقتلوا في خوتنا الفلسطينيين في أرض فلسطين الحرة. وابعث سلامي سلام الذل سلام الخزي سلام المهانة لمعالي حكام أمتنا السكرانة عباد الغرب وبهتانه خدام السام وأقرانه جحر الذئب وميدانه جذور العهر وأغصانه ذراع القصف وعدوانه عشاق البغي ورهبانه ولاة الظلم وربانه وساق العصر وزمانه أن هذه الأرض. خلاصة القول الصراع العربي الإسرائيلي ما غيطولش وغيحبس وغيخرجوا دول أتولي معهم علاقات مع الكيان الصهيوني دبلوماسية وسياسية وكاين قال لي طبع معهم وهاد قضية التطبيع خاصني ليها حلقة بوحدة. بزاف باش نوصلوا لكم المعلومه بطريقه فكاهيه وزوينه، لذا ما تنسوش تدعمونا بلايك وابوني باش نزيدوا بالمحتوى القدام. بالتوفيق والى اللقاء في حلقه جديده ودرس جديد ان شاء الله.